السلام عليكم يا حبايبي، يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحة وسعادة وهنا. من فترة كده كنت وعدتكم ان انا هنزل بفيديو ان شاء الله نتكلم فيه عن مواضيع اسرية ومشاكل الشباب، وقلت ان انا هتكلم عن الطلاق والكلام دوت. فالوقت الحالي مش هينفع ان احنا نتكلم في اي حاجة من دي، غير بس ان احنا عايزين نشوف مواضيع تانية اهم. اما بالنسبة بقى للطلاق والكلام من ده بقى، بدي رسالة لكل زوج وزوجة، يا ريت اليومين دول في ظل الظروف اللي احنا فيها نبتدي نحل مشاكلنا بالراحة في البيوت. اتمنى ولا الراجل يجي على الست ولا الست تيجي على الراجل، وكل واحد يعرف حقوقه فين وواجباته ايه. انا النهارده هتكلم عن موضوع تاني خالص بقى. بالنسبه بقى للغلا والحاجات اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. شفت كده بوست كده على الفيسبوك كده، عجبني، هو الصراحه عجبني. لقيت فيه يعني هو حلو، في كده تحس ان قمه الايمان كده وفي موعظه. يعني بيقول لك بالنسبه بقى للدولار اللي رزقنا وهو ب 8 جنيه، يرزقنا هو ب 10 جنيه، هيرزقنا هو ب 16 جنيه وهو ب 14 جنيه، يعني قمه الايمان. وما شاء الله بقى البوست كوبي بس كده، يعني ينقلوا في كل الصفحات. كوبي 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 كده، لان الصفحات كلها بقت موحده وكل واحد بقى فاكر نفسه ان هو اللي عمل البوست دوت. هو بوست حلو جميل بصراحه، بس انا بس ليا وجهه نظر تانية ممكن احب اقولها لكم. هقول لك على حاجه، يعني احنا ربنا الحمد لله هو الرزاق طبعا ونعم بالله في كل شيء، هو اللي بيرزقنا، بس بيرزق امتى بقى؟ بيرزق انهي قوم؟ هقول لك انا بقى. القوم اللي عارفين ربنا، القوم اللي بيتقوا الله، القوم اللي هم يعني مثلا ما فيهمش حد بيقتل ولا بيزني ولا بياكل مال غيره. دلوقتي احنا بنشوف الناس ماشيه في الشارع شويه شويه تمد ايديها في جيب التاني وتسرقه. بنشوف التجار دلوقتي اللي بقى عندهم السلعه ويحتكروها لغايه لما تغلى عشان تغلى ويكسبوا من وراها. ما يعرفوش ان المال ده مال حرام، لا. ما بيجوش على الناس الغلابه. الناس الغلابه دي هي اللي يعني الناس بتعلى على على حس الناس الغلابه اللي مش لاقيه تاكل. احنا دلوقتي في ناس يعني مش لاقيه اللقمه تاكلها، ما بيبقاش انت والزمن عليهم. تمام. انت لازم تحتكر السلعه دلوقتي عندك وبتزود على الناس، طب الناس دي تجيب منين؟ ونرجع بقى نلاقي الناس تعيط وتقول يا ربنا بيبتليهم بقى طبعا، لان المال ده مش حلال على فكره. يبتليهم بقى في عيالهم، يبتليهم في رزقهم، يبتليهم في بيتهم، بيبتليهم في اولادهم للاسف. ويرجعوا يقولوا من ايه ده يا رب؟ لا، من ايه ده ما انت تدور على مالك اللي انت يعني بتجيبوا القرش ده بتجيبوه ازاي؟ حرام بجد. الناس تعبت، الناس تعبت، ونفسي نلاقي الناس اللي تتقي الله بقى في بلدنا دي، يعني تتقي الله في بلدنا. يعني ما يبقاش عندك السلعه ومخزنها عندك وتزيد مع الدولار، تبقى انت مخليها مثلا النهارده بجنيه، الدولار غالي، طب انت مالك؟ ما هي عندك وانت كسبان فيها. نلاقيه تاني يوم بيبيعها مثلا ب 2 جنيه، وتلاقي المحل ده بيبيع تمن والمحل ده بيبيع تمن. طب احنا دلوقتي رايحين على فين؟ احنا كلنا دلوقتي بناكل في بعض. واللي انا شايفاه دلوقتي انت ربنا بيرزقك من من الرشاوي. شو الناس بترتش دلوقتي كل يوم بقى تخش اي مصلحه يقول لك كل سنه وانت طيب. طب كل سنه طيب في واحنا على طول عايشين في اعياد كده؟ طب احنا الناس هتجيب منين يعني؟ يعني اتقوا الله كده، شوفوا الدنيا دي، يعني الناس مش لاقيه تاكل. طب يعني شوفوا الناس الغلابه الحقيقيه ديت، يعني انزلوا الشوارع وشوفوا الناس عايشه ازاي. يعني عايزاكم تبقوا على ارض الواقع، ما نبقاش احنا كلام فيس وبس وقاعدين بنكتب في كلام ومش شايفين الناس اللي بره عامله او فيهم او اوجاعهم شوفوا الناس ديت، حسوا بيهم. مش كل واحد هيعترض على حاجه ويبقى معارض مثلا في شيء معين يبقى هو كده اخواني، او مثلا ضد البلد وان هو مش حابب البلد. لا والله، بيبقوا حابين البلد بس في حاجه وجعاهم. هو الطلب بس ان انتوا تشوفوا الناس دي مالها، والناس اللي هي بتتاجر بقوت الغلابه دي يتقوا الله، يتقوا الله في الناس ديت. الناس ماشيه، والله الناس ماشيه بتكلم نفسها، بلاقي الناس ماشيه خلاص، يعني كل واحد ماشي في ملكوت الله، كل واحد ماشي في ملكوت الله. وراه هم، وراه مسؤولية، وراه بيت، وراه عيال. همنا اللقمة، همنا اللقمة، همكم بطنكم ما انت بتقوم الصبح من النوم بتعمل اول حاجة تجري عليها تفكر هتفطر هتتغدى وانت بتتغدى هنتعشى وانت بتتعشى بكرة هناكل ما هو الناس هتعيش على ما هي عايشة على اللقمة بقى، سواء فراخ لحمة، ان شاء الله حتى عيش بملح، ما هي لقمة يا جدعان والله اللي بنعيش عليها عشان نقوم نسند نفسنا. بتفكر في عيالك دول هياكلوا ما هو الطفل ده الصغير عايز ياكل، عايز ياكل، ما نزلش الاقي كل حاجه غاليه. طيب ما في برضه غلا من الناس، يعني انت تنزل دلوقتي بتلاقي الناس تشتري كيلو سمك مثلا تلاقيه معفرت، بيسرقوا في الميزان، والتاني يسرق لك في الطماطم، والتاني يسرق لك في البطاطس، تيجي اخر النهار عامل له شوال بقى كده من الحرام يعني.
سرقه ميزان كمان، ما احنا ناقصين يعني، مش يبقى غلا بس، لا ده انت كمان بتزود الغلا على غلا على الناس ديت. يعني مش بس مغلي السلعه، لا انت بتغلي وبتنقص كمان في الميزان. اتقوا الله بقى، اتقوا الله، حرام عليكم، خلي الناس تعرف تعيش شويه. كفايه بقى استغلال، وكل واحد عمال ياكل في التاني ويمد ايده في جيب التاني. انزلوا تحت شوف الناس مش طايقه بعضها، كل عايز ياكل من التاني وياخد قرش. ربنا هيرزقنا، هو الرزق بقى هيكون كده ولا ايه؟ لا طبعا. الرزق بتاع ربنا يبقى رزقك حلال، كل اللقمه بحلال، عشان ربنا يرضى عنك ويرضيك كده في دنيتك وفي اخرتك. اتقوا الله، ربنا ما بيرضاش على قوم الا لما ايه؟ الا لما هم يكونوا متقين. هيرزقك وهيبقى حياتنا هتبقى حلوه، وهيبقى فيه خير، وهيبقى المطر ده بزياده، وهيبقى فيه خير. لكن انت بتسرق، والتاني عمال يقتل، والتاني بيزني، والتاني بيلحد، والتاني مش عارفه بيعمل ايه. الله. وربنا عايز يرزقنا. يرزقنا لما نكون كويسين مع بعض، وتلاقي الناس كده فيها حب وفيها خير، ما نلاقيش قاطعين الارحام، ما نلاقيش واحد بياكل مال الايتام. انتوا ما خليتوش الدنيا حاجه، انتوا كل حاجه ربنا كان محرمها في الزمن ده نزلت كلها مع بعضها متجمعه. يعني ربنا كان بيمحي قوم عشان يجيب قوم تاني يعبدوه، لا ده هو كل وقت مجتمع دلوقتي في ايه؟ في الزمن ده. نيجي نقول لا احنا بقى ننام بقى وربنا ايه هيرزقنا. ربنا بيرزق الناس الكويسه على فكره. والخير بيقل، الخير بيقل والرزق بيقل، ما هو خلاص، ما خلاص بقى. ما طول ما في شر وما فيش خير كده، وقلوبنا مش حنينه على بعض، الخير هيقل. حبوا بعض، راعوا بعض، راعوا ظروف بعض، واتقوا الله في نفسكم، في كل حاجه انتوا بتعملوها في حياتكم، في بيتكم، في ولادكم، في شغلكم. مفيش حد بيراعي ضميره في الشغل. يبقى انت دلوقتي مطلوب من ربنا ان هو يرزقك وانت مش بتراعي ضميرك؟ لا. لازم الناس تتقي الله، اتقوا الله، اتقوا الله في بلدنا، اتقوا الله فينا، اتقوا الله في كل حاجه بتعملوها. السرقه اللي ماشيه، الناس بتسرق من بعضها، الناس بتاكل رزق بعضها، ليه كده؟ وتلاقي واحد جاله خير، يا ساتر يا رب، ما حدش حابب له الخير ولا فرق بقى يعني. باصص له بقى من ناحيه الحسد، من ناحيه الغيره، من ناحيه اي حاجه. الله، طب يعني مش فاهمه انتوا بتكرهوا الخير لبعض ليه؟ ما انت لما هتحب الخير ليه يعني لغيرك، ربنا هيحببه ليك. فانت كده يعني اعمل حاجه لدنيتك، لاخرتك، لحياتك، عشان ربنا يرضى عننا فعلا. لكن اللي بيحصل دلوقتي لا، ربنا مش راضي عننا. والغلا غلا وفنا بقى زي ما بيقولوا. يعني تلاقينا احنا ايه، شباب زي الورد بتتخطف مننا، والله الشباب زي الورد، وتلاقيهم يعني يا حول الله يا رب داخلين يناموا، يجوا يصحوهم ما بيلاقوهم اتكلوا على الله. الشباب اللي ما كانش بيقول حتى ديت، او حتى بيشتكي من حاجه، بيلاقوهم يصحوا من النوم يلاقوهم اتكلوا على الله. شباب صغير، الدنيا مش دايما لحد اللي بتسرقوا، الدنيا مش دايما لحد، ولا هتفضل باقيه ليكوا، ولا للمناصب، ولا لا 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 لا. كل ده فاني، كل دوت فاني، كل دي مظاهر خداعه. احنا بس ناخد حاجه واحده بس، ان احنا نتقي الله ونرضي ضميرنا قدام ربنا، عشان ربنا يرضى علينا. عشان ايه؟ عشان يرزقنا. هيرزقنا بقى لما حتى يبقى الدولار مش بس ب 25 جنيه، لو ب 100 جنيه واتقينا الله، ربنا هيرزقنا. انزلوا شوفوا الدنيا تحت عامله ازاي، امشوا في الواقع، انزلوا تحت، اقفوا كده في الاسواق مع الناس، شوفوا الناس بتعمل ايه، او الناس تعبانه يعني، حسوا بالناس ديت. الحياه مش وردي، الحياه مش وردي، في غلاء على العالم كله مش هننكر. بس في بقى غلاء عن غلاء يفرق، في غلاء بيبقى غلاء بطمع، وفي غلاء الناس بتستغل الناس. بطلوا استغلال شويه، ارحموا الناس، ارحموا الدنيا عشان ربنا يرحمنا. ارحموا وشوفوا، في ايتام كتير، في ستات ارامل، في مطلقات، في ناس ستات مش عارفه تعيش فعلا. انتوا مش حاسين بحد، كل واحد قافل عليه بابه ومحدش بيتكلم. لكن في مشاكل كتير في الدنيا، في مشاكل في الدنيا بس ما حدش حاسس بيهم. فين بقى الناس اللي بتسأل على منها اصلا؟ لو قرايبك حتى فين مش هتلاقيهم، اخواتك فين مش هتلاقيهم، اصحابك فين مش هتلاقيهم، جيرانك فين مش هتلاقيهم. الجار قصاد الجار ما حدش بيسأل على حد. تمام. كل واحد قافل على نفسه، خايف قوي على نفسه، خايفوا. انا اعرف ناس بتموت وجوه بيوتها ما حدش بيحس بيهم. اقفلوا على نفسكم. تمام. انا عايزه اقول بس اتقوا الله، وشوفوا الدنيا ماشيه ازاي، وحسوا ببعض. يعني كل اللي انا بقوله لكم، حسوا ببعض، ما تسرقوش بعض، خافوا على بعض. اللي ما معهوش، اللي معاه يدي اللي ما معهوش، مش ياخد منه. لا دلوقتي اللي ما معهوش بقى بيبقى تلاقي اللي معاه عايز ياخد من اللي ما معهوش، ازاي ما اعرفش. وتلاقي كل واحد كده بقى فيه جواه حته الطمع.
التوك توك، صاحب التوك توك اللي في الشارع ابو 5 جنيه يقول لك لا 10 جنيه، ليه راكبه تاكسي انا حضرتك؟ مفيش رقابه عليه كده وسايبيننا للناس دي تاكلنا في كل حته؟ مش بس توك توك، كل المهن. هات كهربائي شوف هيعمل لك الحاجه بكام، هات سباك شوف هياخد منك كام، هات حد اللي غساله يقول لك اه ده انا عايز كشف كشف ايه ده جايبه دكتور يعني يقول لك 120 جنيه عشان جيت كشفت على غساله، اللي انا جايبه دكتور حضرتك. فين كنتم من الناس دي؟ ده بيسرقونا علني. مفيش رقابه في الاسعار خالص نهائي. نهائي يعني. ارحمونا كده عشان ربنا يرحمنا. اتقوا الله عشان يبقى في تقوى كده، يبقى في حاجه يعني، في الايمان اللي انتوا بتقولوا عليه دوت يعني خافوا على بعض. انا عايزه بس البلد تكون كلنا خايفين على بعض، نخاف على البلد دي ونحبها. هنخاف عليها ليه؟ لما نتقي نفسنا ونعرف شغلنا كويس، وكل واحد يحترم نفسه في الاسعار، يحترم نفسه في شغله، يحترم نفسه في ان هو يخاف على التاني. كفايه بقى، كفايه احنا شبعنا جرايم وشبعنا قتل. نفسي نلاقي الحب بتاع زمان، اللمه بتاعت زمان، الخير بتاع زمان، الناس الحلوه الجدعه بتاعت زمان. هي فين دلوقتي؟ راحوا فين؟ الكوكب هو الكوكب، والارض هي الارض، والشمس هي الشمس، والدنيا ما اتغيرتش. لكن البني ادمين هي اللي وحشه. البني ادمين هي اللي مغيره الدنيا دي كلها. مش عايزه حاجه غير ان انا بس اشوف بلدي احسن بلد، والناس تتقي الله، وان شاء الله نعدي الازمه على خير، ان احنا نقف جنب بعض. مش عايزه حاجه اكتر من كده وحاجه تانية. لايك وشير، ده لو انتوا عملتوها يعني هتستخسروها، استخسروها. يلا، السلام عليكم.